مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة بتدوب في البق دوب. مكوناتها في البيت، حاجة طبيعية جميلة حلوة في اي وقت تقومي تعمليها. يلا يا حبايبي، قبل ما تتفرجوا على الوصفة سموا الله وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسونيش بالاشتراك بتاعكم الجميل واللايك، ويا رب يدومكم نعمة في حياتي يا رب. شفتوا منظرها حلو ازاي، جميل ازاي. يلا بينا نخش على المكونات بتاعتنا. عندي هنا 2 باكو بسكوت، و4 موز، كوبايتين حليب، نص كوباية سكر، معلقتين كاكاو، معلقتين نشا، ومعلقتين زبدة. هي دي مكوناتها، بسيطة وسهلة جدا جدا. طبعا انت لو عايزة صينية اكبر بتزودي في الكمية اكتر. هرص الموز بتاعي طبعا مقطعة طرنشات، هرصه. ديت هتبقى اول طبق معايا. تمام كده. هبدأ اعمل الطبقة التانية. هجيب حلة او طاسة على النار، هنزل فيها بكوبايتين حليب والسكر بتاع. طبعا السكر حسب الرغبة، لو انت عايزاه مسكر زودي السكر، انا مش بحبه مسكر اوي. وهقلب الحاجات دي كلها على البارد. بعد كده هحط المعلقتين النشا ومعلقتين الكاكاو واقلبهم من لما الحاجات دي كلها تدوب في بعضيها، ده كله على البارد. هبدأ بقى ارفعهم على النار لحد ما يكبسوا معايا، يبقوا يعملوا صوص شوكولاتة. وده انك تقليب باستمرار عشان ما تتكتلش منك كده. بعد ما هي اتمسكت في بعضيها هنزل عليها بمعلقة نوتيلا، دي نوتيلا بالفوز، هنزل عليها بيها، ومعلقتين الزبدة بتاعتي. اول ما النوتيلا تفك اروح ادخل معلقتين الزبدة. استمر في التقليب. وهنا هنحط ظرفين فانيليا، ويبقى دي الطبقة التانية معايا. هنزل بيها على الموز. تمام كده. ادي الطبقة التالتة بتاعتي البسكويت. اي نوع بسكوت عندك استعملي، انا هنا استعملت فيري. تمام. هنزل بقية طبقة الشوكولاتة، ودي اخر طبقة عندي. عندك بقى للتزيين اللي انت عايزاه. انا هنا عملت السوداني مجروش، انت عندك جوزة الهند، سوداني، زي ما تحب حطي، سادة مش اشكال. ودي شكلها يا حبايبي بعد ما خلصت تتحط في التلاجة ساعة. وبألف هنا وشفا. يا ريت ما تنسونيش بالاشتراك واللايك و... وتعليق يكون محفز منكم كده يا حبايبي. اشوفكم على خير، مع السلامة.